يا مساء العافية على عيونكم نفر نفر وين ما تكونون، وإن شاء الله يا ربي تكونون بخير وصحة وعافية. شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله يا رب تمام. اليوم قاعدة من الصبح، دائما أنا قاعدة من الصبح، بس اليوم كان عندي تفكير عميق. صراحة قعدت قبل السبعة، يعني دق الموبايل أنا قاعدة، دائما أوقت الموبايل الساعة 7. قلت يا ترى هل أنا يعني راح أندم على هذا الوقت اللي أقعده؟ أندم عليه؟ لأن أنا أيام الدوام شو أقول؟ تجي العطلة لو ما تجي العطلة، إذا ما أنام نوم من هذا المعدل، من تجي العطلة شو أسوي؟ أوقت الموبايل. وهم ياهلي قاعد يقولوا لي أنت ما تقولي لي إيش بيك، قاعدة من الصباحيات، إيش عندك؟ ما تقولي إيش عندك. شوفوا هم بالعائلة ما تعرف إنه هو الواحد عنده التزامات، لازم يحضر الغدا، لازم الملابس مرتبة، لازم البيت نظيف. هي هم ما عندهم فكرة عن هالموضوع، وأنا عاذرتهم فأنطيهم على ما هم العلاقة بهم، ولا قارن نفسي بهم، لأن هم بالليل سهرانين وبالنهار نايمين. فش مدريهم نفرين مسوين هالأيام جيم، كل اللي قاعد يرزن من الصبح. إيش حدك قاعدة معي؟ إيش حدك قاعدة؟ يابا تعال اغسلوا مكاني، تعال نظفوا مكاني، تعال اطبخوا مكاني. هاي بقلب احجيهم احجيهم ما اسكت عنهم، ما له علاقة بيهم. هذول النفرين اللي عندي بعد ما اسوي لهم بيض سلق، عبالهم هيك اليوم وياي يقولوا ليش عدك قاعدة من الصباحيات، الا نكسر الجهاز هذا الكسة مطنطن من الساعة 7. قلت لهم انتم سمعونا ليش ما تقعدون؟ انتم ليش ما تقعدون؟ ليش تغلسون؟ انا قاعدة تفقون قاعدين. طبعا الشاقة وياهم. اليوم قعدت الصبح قلت لازم اغسل البيت، تمام. أنا بالأسبوع مرة واحدة أغسله، مرات مرتين أغسله غسلتين، بس اليوم لا، قلت لازم أغسله، تمام. أحيانا المسح، شوفوا مو أحيانا، دائما المسح أنظف من الغسل. إلا تستمرين بالغسل غسل دائما البيت ينمرد ونظافة ماكو، فلا تمسحين يكون من تغسلين انتي البيت نظيف. ليش؟ القماشة اللي تنظفين بيها تخلين شوية قاصر، تخلين شوية زاهي، تخلين شوية معطر، شوي 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 شوية من عنده. هاي تنظفين بيها الأرضية الوصلة، هاي تنظف لك حتى البقع يعني المستحصية، بينما النشافة تاخذ بس المي الماسحة، ما أعرف شو يسموها النشافة، احنا هنا نسميها نشافة. فعندي يعني أنا بالنسبة لي المسح أنظف من الغسل، تمام. فبالأسبوع ضروري أنا غسلان البيت بالأسبوع، يعني مرات مرة ومرات مرتين قلت لكم. أكو مرة بنية بالتعليقات، لا شنو مرة قبل كم يوم، مو مرة، قالت لا تخلطين هاي الخلطة لأنها تسبب غازات سامة. بنات أنا الخلطة اللي أخلطها مي وشوية قاصر وشوية زاهي وشوية معطر متعدد الاستخدامات، فهاي دائما أنا أسويها لأي شي، لأي شي أريد أنظفه أنا أستخدمها، تمام. ما بيها أي ريحة، مرات أزود معطر تكون ريحة معطر، مرات أزود شوية زاهي إذا تعجبني ريحته أخلي تبين ريحة الزاهي، تمام. فما بيها يعني سامة، أنا ما خالطة القاصر ويا الخل أو ويا الفلاش، تمام، ما خلطة ويا هيجي. الصراحة همينة بحوشت ورا هالموضوع، شكيت بالسالفة وحوشت بهذا الموضوع، ما لقيت أكو مكتوب عالزاهي والقاصر والمعطر يسبب يعني غاز سام. أكثر شي الفلاش ويا القاصر ومواد ثانية، الفلاش والقاصر والخل، يعني هذين غلط واحد يسويه، هو يدمر نفسه. ننظف لو ندمر نفسنا عمي، البيت بدوننا يسوى؟ لا والله عمي احنا نور البيت. شنو أعطيني البيت هسا. مرات أنا أسخن، يعني هيك فلاونزا وشي احنا نسميه هنا واحد سخن، جديات البيت يصير واحد بس تعالي وقعدي يبكي عليه، يعني كئيب لا ترتيب، مع انهم يرتبون خطاياهم لا يشوفوني تعبانة وشي يرتبون وهاي. بس شنو يعني انتي تختلفين، انتي إلك لمسات، إلك مميزات مختلفة. صح الاشياء متعبة، وانا هسه اعرف التعب يعني بالبيت اللي تعب الترتيب والتنظيف وهاي الاشياء يعني تريد مجهود فكري ومجهود جسدي، تمام. بس هي شنو هو انتي مرتاحة من تسوين هذا الشي، اعظامك منعنعة يعني، مفاصلك توجعك وانت مرتاح. ليش؟ لان نفسيتك تحسينها ترتاح لهيك اشياء. فهم ما عندهم هاي الفكرة. شايفات الملابس شلون لا غسلوها، شايفات المواعين شلون لا غسلوها، ريحة البيض بيها، والزاهي خالص تلقيه. مرات انا صخين اندم على صخانة جديات، بس شو اسوي، ما نقولهم هيك خطية، اقول خفي وهسهم هاي، وينتقمون من البيض والبتية تتقلى.
انتقام. أنا ما أحب إن هيجي دائما شغلات تقلى تقلى تقلى، يعني أسوي لهم إياه شي نادرا. فهم خطية ما يعرفون غير لذين الثنين نتمرض. قلت لكم إحنا يعني شوفوا هالبيت يعني تخيلوا بدونه أظلم، كئيب، ما بي ألوان، ما بي روح، ما بي شي. فإحنا نور البيت يا بنات، البيت نوره بأهله. يعني انتي البيت منور بيك، انت منورة بعائلتك، بأولادك قدامك، بزوجيك، بمجهودكم، انتي مجهودك بالبيت هو مجهوده بالشغل. في البيت نور عائلته. أحيانا تشوفين قصر بس لما تدخليه تلقين ما بيه روح، بارد وباهت. انتي تقولين يعني بيت قصر وخير من الله، ليش ما بيه ليش اللي ذاك الدفء اللي بيه؟ يعني هو شنو هو من تطبيل للمكان؟ الإحساس والطاقة الإنسان تبقى بيه. أحيانا طبين بيت يعني بسيط لأبعد الحدود تلقين بيه راحة نفسية مو طبيعية. ليش؟ لأن الطاقة اللي بداخله. شوفوا في البيت بأهله عادي يدمرون، عادي يوسخون، فداهم كل شي. أهم شي ضحكتهم وقعدتهم وسالفتهم. أنا بالنسبة لي أهم شي في الترتيب يومية يعني تريدين ترتبين يوم وثاني يوم. يعني البيت بهيلة مثل ما قلت. أتوقع أنا شوي لزقت على هاي، بس أنا أحب أن البيت يكون هيك بأولادك بزوجك بشي يعني تمام. ماكو بيت ما بيه سوء تفاهم، ماكو بيت ما بيه اختلاف بالرأي، ماكو بيت ما بيه مشاحنات وهيك وتحسون. بس شنية إذا بقت بيناتكم راح إشقد ما كان حجم هذا الشي المشاحنات راح تكون صغيرة، لأن أنتم تتغلبون عليها. أما إشقد إذا كانت هاي الأمور العائلية، الخلافات البسيطة صغيرة وتنشروها للناس، راح تكبر وراح تصير خلافات، حتى شعورك من الداخل راح يختلف. فدائما يا بنات قد شنو ما يصير ببيوتكم، شنو ما تشوفوا، شنو ما تسمعوا، لا تسولفوا أبدا أبدا. ماكو إنسان اليوم ما يغلط، ماكو إنسان اليوم ما تصير زلة لسان عنده، ماكو إنسان اليوم ما تصير عنده اختلاف بالرأي، ما يصير سوء تفاهم. انت تشوفين الأشياء من منظورك، زوجك يشوفها من منظوره. فكل واحد عنده فكرة، عنده نظرة بالحياة، عنده أسلوبه المعين. دائما هذا الشي لا تنسونه. شغلة مهمة راح أقولها بالمختصر يا بنات، مهما تشوفين لا تقارنين نفسك بيه نهائيا. ومهما تشوفين أزواج وأشغالهم ورواتبهم وسياراتهم، لا تقارنين زوجك بيهم نهائيا نهائيا. لأن انتي يجوز تعيشين حياة أحسن من اللي تشوفيه. جديات. فما تعرفين يعني الأشياء الظاهر شي والباطن شي. فلا يكون انت ظاهرك بسيط وداخل وباطنك مريح، فانت تعيشين يعني حياة ملوكية. أهم شي الراحة، وأهم شي التفاهم وسعة الصدر بالحياة. أهم شي هاي. المهم خلنا نحكي اليوم راح أسوي غدا. هنا كفتة مثل ما شفتوا خليت عليها شوية سميد، يعني شفتوا ايش قد خليت، يعني تقريبا ربع كوب نص كوب، لا ربع كوب. وخليت عليها فلفل أسود وخليت عليها ملح، وعجنتها عجنة معدلة، يعني خليتها كلش تصير شو اسمها اللحمة مثل ما هي خليتها كلش. بعدين دعبليتها وخليتها شوية بالثلاجة. جيت خليت شوية زيت وقليتها. ورا ما رحت وخرت شوية من الزيت خليته بالجدرية مال التمن، لأن أنا أسويها تمن، أردت أسوي كفتة بالصوص، راح أسويها تمن شعرية. وحطيت شوية من الزيت بالجدرية خالتها أنا مجهزة يمي. وطلعت بالطاولة برا خليت عليها البصل أنا مسويتها بمحضرة الطعام، شوية بصلاية وسط وحمستها وخليت عليها من بهارات الموجود عندك، حتى لو بهار المدرسة كافي. وخليتهم شوية. هنا عندنا شوية طماطم خليتها بالمحضرة وخالة عليها معجون هم، راح خليها تحمس شوية. من بعدها أضيف لها ورا ما تفور وتتجانس عندي وتطلع يعني شوية من الزيت يطلع عندي لفوق، يعني تحسينها يعني خلاص استوت. تجيبين الكرات مال اللحم أو مثلا الكفتة تخليها بيها. هناك نصيت النار على مود أخليها شوية على النار، ما راح أخليها هواي. الكفتة عندي مستوية والصوصة مستوية، فراح أخليهم بس شوية. هنا أنا عندي الزيت مال شو اسمه يا بنات،
مال الكفتة اللي قليته بيه، طعمه كلش طلع طيب بالتمن صراحة. خليت عليه شوية كوب من الشعرية راح أمسى سويه، ومن بعدها منقعة قلاصين تمن راح أخليهم عليه. تمام. اليوم النفرات اللي مسوين دايت ما موجودين على الغدا مع الأسف، مكانهم خالي، متعودة عليهم. هذولا ما يعجبهم العجب، مسوين دايت بس ما ياكلون غدانة. خاصة اليوم هم جايبين شو اسمه صدر دجاج، يردون يعني يسوون الغدي العصرية حتى ما ياكلون أي شي بالعشاء. تمام. وجايبين خبز مال شعير، فلمن يجون إلا أسوي لهم إياه. متبلينه طبعا الصدر مال الدجاج وخالته بالثلاجة، هم تبلوا على ذوقهم، ما يردون الشغلات. دول ما يعجبهم العجب ولا الصيام برجل، نادر ما تعجبهم أشياء. تمام. فتبلوا صدر دجاج، يعني أنا يومهم بس هيك ضيفي وهيك خلي هيك أسوي. خليته همين لا أجي وأشوي لهم إياه بالفرن، ومن بعدها أطلع لهم الخبز الشعير. هنا أجيت لبين ما يتهدر عندي الغداء، طبعا بعدنا ما صابته، قلت خلي أسوي لهم تحلاية للأطفال. عندي هنا القشطة جبتها بس نسيتها على الكاونتر يا جماعة. هالأيام الكهرباء عندنا مش زينة، فمن جبتها من المحل قال أبو المحل ترى يابا الكهرباء ما مشتغلة، هي ما بيها شي بس هي شنو ما متماسكة. قلنا له مو مشكلة، فأنا جيت همين خليتهم على الكاونتر. هاي تشتغل عندنا حاليا مولدة. القشطة إذا كانت خفيفة يمتصها البسكوت، وإذا كانت شوية ثخينة يعني قشطة قشطة لا ما يمتصها، تطلع شلون طبقة الكريمة فوقها. فكانت أنا عندي خفيفة امتصها يعني رأسا البسكوت. خليت عليها شوية من القهوة، وخليت عليها شوية من الخليط المي وقهوة على مود أغطس بيه البسكت، وخطتهم سوية. هنا عندي أنا بسكت باقي من زمان فما ماكلي، وعندي قهوة، وعندي علبة مال حليب مكثف. فاليوم الصبح قلت لهم جيبوا لي قشطة خلنا أسوي لكم إياها، أسوي لكم تحلاية باردة. قالوا تمام، جابوها الصبح. أنا ما خليتها بالمجمدة، جبتها خليتها على الكاونتر، فصارت عندي بهذا الشكل، مو مشكلة طبيعي. طيب نقول شغلة، أكو أكلات نحتاج لها كريمة الطبخ. أنا بالنسبة لي هنا كريمة الطبخ مو موجودة، فاستخدم هاي النوعية مال القشطة، كلش يعني طيبة، وبنفس الوقت يعني كأنك انت ضايفة للطبخة كريمة، أبدا ما تبين إنش ضايفة قشطة، هي يعني كريمة خلاص. فلا مرات تجينا أنا هيجي إذا الكهرباء طافية، تعرفون إحنا كهربائيتنا ما أحكي لكم عنها. ومرات تجي لا جامدة حلوة، يعني شلون الكريمة. أنا بالنسبة لي من تجي جامدة إيش أسوي؟ أخففها بشوية مي وأخبطها وأخليها على الأكل اللي مسويتها. وبهاي الطريقة بحياتي ما سألت على الكريمة موجودة أو ما موجودة، لأن أخذت لي فترة لو ما موجودة لو من أجيبنها الصلاحية مالتها منتهية، فصرت ما أسأل عليها. وهنا بلشت تخلص تحلايتي. طبعا هاي التحلاية تقدرون تتفننون بيها، تفنن بالوجه مالتها من تسوى بهاي الطريقة وخلص عندك ما تمام. بعد خلصتي شي تسوين على الوجه، تسوين عليه كريمة شانتي، وتخليه بالمجمدة شوية، ووراها تذوبين شوكولا سادة، أي لون شوكولا سادة، شوكولا سادة يعني العادية أو شوكولا بيضاء، وتخليه على الوجه تطلع فتشي. أو مرات نفس الطريقة تخلين كريمة وتخليها بالثلاجة شوي، وتسوين جيلي يعني جيلاتين الفراولة، جيلاتين الكرز، أي شي، وتخليه على كريمة وتخليها همينة بالثلاجة. وراها تصير تحلاية باردة تجنن. طبعا هاي دائما أسويها للخضار من يجيني بالصيف أو إلهم، فأتفنن بيها كل فترة أسوي لهم الوجه مالتها شكل. هنا تهدر عندي الغدي وصبيت لهم إياه. وما أحكي لكم اليوم منو سوالي الزلاطة ومنو سوالي البرتقال، بنوتي. طبعا هي صغيرونة بس سوت لذني، أنا ما يطيني قلب أخليها يعني تلعب بهاي الشغلات وهاي مال المطبخ وأدوات، بس سوت لذني اليوم. والله العظيم بالعافية على اللي عندها 5 بنات 6 7 8 على قولتهم 10 بنات وأقول قليلات، والله العظيم ملكة ما تتحاكي. والله العظيم شي كبرهني لي أني بالله نفسي قولوا لي أدنو عنيني كبرن ما يكبرن، مدري شي عيني بيهن. هنا ورا الغداء ورا مرتبة الأمور طلعت التحلاية الموجود خليت حصته، والما موجود شو اسمه ضميت حصته. وحبيت أشارككم روتيني البسيط. مع ألف سلامة يا أحلى ناس.